البعض يسأل عن حكم الجماع في نهار رمضان. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على صيامه، أن يبتعد عن كل شيء قد يؤذي هذا الصيام وقد يبطل هذا الصيام. ولذلك نص الفقهاء على أن من وجد في نفسه شهوة من مداعبة زوجته أو من الاقتراب منها عليه أن يترك ذلك وأن يبعد عنه، فإن مارس شيئا من ذلك وقع في الإثم. ومن ذلك الجماع، فالجماع من مبطلات الصيام، لأنه كما تقدم معنا في حلقة سابقة أن الجماع مما يضعف البدن. وقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني وقعت امرأتي في نهار رمضان. أو أنه قال يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في نهار رمضان. فدل هذا الحديث على أن الجماع في نهار رمضان مما يبطل به الصيام، فمن وقع في ذلك عليه أن يمسك سائر يومه، وعليه كذلك أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر مكان فعلته هذه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. والمقصود من هذا أن المسلم ينبغي عليه أن يحتاط لصيامه، وأن يبتعد عن كل ما يشوب هذا الصيام أو ينقص أجره أو حتى يبطله، والله أعلم.